عمرك سألت نفسك إحنا فين بالضبط في الكون ده؟ وإيه اللي بيحصل حوالينا وإحنا مش واخدين بالنا؟ في الفيديو ده هقولك على 5 أسرار فيزيائية مذهلة عن الفضاء. أسرار مش بس بتحير العلماء، دي كمان ممكن تغير نظرتك للوجود كله. خليك معايا للآخر، لأن السر الخامس هو الأغرب على الإطلاق. السر الأول: الكون مش ثابت، لأ، ده بيجري. العلماء زمان كانوا فاكرين إن الكون ساكن، لكن في القرن العشرين اكتشفنا إن الكون بيتوسع، والمفاجأة التوسع ده بيحصل بسرعة بتزيد مع الوقت. يعني كل حاجة حوالينا بتبعد عنا بسرعة، والمجرات بتجري في كل اتجاه. تخيل في يوم من الأيام ممكن ما يبقاش في حاجة نقدر نشوفها في السماء. سبحان الخالق العظيم. السر التاني: الثقوب السوداء مش بس بتبلع كل حاجة، الثقب الأسود مش مجرد حاجة بتمتص كل شيء حواليها. في نوع من الثقوب السوداء ممكن يغير الزمن نفسه. الزمن بيتباطأ حوالين الثقب الأسود بشكل رهيب. يعني لو دخلت جواه نظريا الزمن بالنسبة لك هيعدي ببطء، وترجع تلاقي الدنيا اختلفت تماما. في بعض الأفلام السينمائية اتكلمت عن الموضوع ده. السر الثالث: المجرات بتتصادم. اللي سمعته صح، مجرة درب التبانة بتتحرك بسرعة رهيبة، وعلشان كده بعد حوالي 4 مليار سنة هتصطدم بمجرة المرأة المسلسلة. الموضوع ده مش بس فيلم خيال علمي، ده حقيقة مثبتة بالأرقام والرصد. بس المدهش إن النجوم نادرا ما بتخبط في بعض، المسافات بينهم شاسعة جدا. فعلا سبحان الله. السر الرابع: الكون فيه مادة مش شايفينها. العلماء بيقولوا إن اللي بنشوفه من الكون كله لا يتعدى 5% فقط. في 95% من الكون عبارة عن مادة مظلمة وطاقة مظلمة، ما نعرفش هي إيه ولا نقدر نشوفها، لكن بنحس بتأثيرها في حركة المجرات وجاذبيتها. يعني إحنا تقريبا عايشين في ظل حاجة مش شايفينها. السر الخامس: ممكن يكون في أكوان تانية. نعم، بعض النظريات بتقول إن في أكوان تانية موازية للكون بتاعنا، وكل كون ليه قوانينه الفيزيائية الخاصة. وده مش خيال، دي فرضيات مبنية على الرياضيات والفيزياء الكوانتية. تفتكر ممكن في نسخة منك بتعيش في كون تاني؟ قولي رأيك في الكومنت. الختام: سبحان الله العظيم، الفضاء مش مجرد نجوم وكواكب، ده بحر من الأسرار، وكل يوم بنكتشف فيه حاجة جديدة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، واكتب لي في التعليقات ايه أكتر سر فاجأك النهاردة. خليك دايما برا المنهج، وخليك دايما فضولي.